اهلا. انا عارفه ان انت محتار ليه في ناس بتاخد اونلاين وتجيب درجات عاليه جدا، وناس برضو بتاخد اونلاين وتجيب درجات قليله جدا. خليني النهارده اشرح لك ازاي تستفيد من الاونلاين بشكل كامل. اكتر حاجه مغلوطه بسمعها عن الاونلاين بيخليني اخد الدرس في اي وقت وفي اي مكان. غلط، لازم تحدد مواعيد للدرس الاونلاين كانك نازل سنتر بالظبط، علشان دماغنا بتتعود على الروتين والمواعيد. مفيش روتين مفيش التزام، درجات وحشه. تاني حاجه، حتى لو البيت عندكم دوشه، استخدموا الهيدفونز ديت او الايربودز بحيث ان انتوا تتعزلوا عن الدوشه. تاني حاجة، ثبتوا المكان والجهاز اللي انتوا بتستخدموا عليه الاونلاين. يعني انا بستخدم اللابتوب على طول وعلى المكتب، وساعات بقعد على المكتب التاني او في البلكونة، اوكي بغير المكان ساعة ما احس بملل، مش دايما. لكن المثبت عندي هو المكتب، المثبت عندي هو اللابتوب. تالت حاجة، لو الوقت بتاع المحاضرة طويل جدا بقسمه من خلال تايمر بعمله على نفس الجهاز اللي انا شغالة عليه. اول ما يرن التايمر بقوم اريح رجلي، علشان القعدة اكتر من نص ساعة على الكرسي مهما كان مريح هتتعب ظهركم. بعد كده اقوم ارتاح شويه، اقرا في اللي انا اخدته، بعد كده ارجع تاني. بلاش موبايل غير بعد ساعتين من الشغل العميق. بعد كده اقعد اسمع الباقي، احل بعد ما اخلص. طيب بالنسبه للكتابه بقى اثناء المحاضره، في ناس بتركز اكتر لما تكتب اثناء المحاضره، في ناس لا. ف اعملوا اللي انتوا تحبوه، ولكن انا برشح ان احنا نكتب بعد ما نخلص، او نكتب ملحوظات خفيفة. في طريقة تانية، ان انا كنت بسمع المحاضرة مرتين، مرة بالسرعة العادية ومرة بالسرعة في 2، والسرعة في 2 بقى اللي هي المرة التانية هي اللي بكتب فيها. ما ننساش ان احنا نصلي ونقرأ قرآن قبل كل سيشن للمذاكرة، علشان ربنا يبارك في اللي احنا بنعمله. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم وفادكم.